مساء الفل يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة، والحلقة اللي قلنا لكم عليها وهي حلقة الانتقالات، اللعيبة اللي هتنتهي عقودها الصيف اللي جاي، وممكن أي فريق يدخل يخلص معاهم في الانتقالات الشتوية بسعر خفيف، بنص السعر تقريبا. سيل، يلا سيل 50%، وممكن يخلصوا فيهم بعد ما سوق الانتقالات تخلص كفري ايجنت السنة الجاية. فتعالوا نقول لكم من الناس ومن الأندية اللي مهتمة ان هم يروحوا يخلصوا في اللعيبه دي. فتعالى نبدا، وقبل ما نبدا متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وحلقات كتيره هتنزل مختلفه جدا، وفي حاجات بتتصور حاليا، بودكاست وتحديات هتنزل في الصيف او بنسبه كبيره ممكن يبقى في شهر 4. دي مغششكوا حاجات اهي، ولكن خلينا الاول في الحاجات اللي عندنا، الانتقالات. فتعالى نبدا الانتقالات بتاعت النهارده. مين هم؟ هقول لكم طبعا 30 لاعب هينتهي عقودهم، وهيبقى لسه في اجزاء تانية. واول واحد معانا وهو ترينت الكسندر ارنولد، اللي خلاص هينتهي عقده مع نادي ليفربول الصيف اللي جاي في 2025. بنسبة كبيرة ممكن ما يجددش ليفربول، بيقول لك ريال مدريد مهتم بيه جدا جدا. هنشوف بعد اللي بيحصل في ريال مدريد واللي عملوه ليفربول، وحته ان هو ملعبش الماتش. هنشوف هل يا ترى يجدد مع ليفربول ولا ممكن يروح لريال مدريد. واعتقد ان ليفربول مش هتجدد له دلوقتي، هتخليه في الاخر، لان لسه في لعيبه تانية هتنتهي عقودها. اعتقد اهم منه ادينا شفنا برادلي، لاعب هايل جدا عنده 21 سنه. اعتقد لو ارنولد موجود ما اعتقدش ان اللاعب ده هياخد فرص بنسبه كبيره، واللاعب شايفينه هايل. الاثنين تقريبا في نفس السن، ارنولد تقريبا عنده 24 23 سنه، برادلي عنده 20 21 سنه، فما فيش فرق كبير ما بينهم يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل. اعتقد يعني بصراحه يبقوا اغبياء لو اول واحد راحوا جددوا له ترينت الكسندر ارنولد. بصراحه بالنسبه لي لا، في لعيبه تانية هنتكلم فيها قدام. تاني لاعب معانا وهو لروي ساني، اللي بيلعب في نادي بايرن ميونخ وكان بيلعب في مانشستر سيتي. هينتهي برضو عقده في 2025. مفيش اي كلام طالع ان هما يجددوا له دلوقتي لسه، ولكن اللاعب كان هايل جدا في ماتش باريس اللي لعبوه. فاعتقد ان هما لا، عادي جدا هيجددوا له، لان لاعب من اللعيبه المهمه. هم اصلا مش عايزين يبيعوه. يعني لو كومان كنت اقول لك ممكن ما يجددولوش، ولكن لروي ساني لا، من اللعيبه المهمه جدا لنادي بايرن ميونخ. فهنشوف لو ما جددوش، في كلام عن ارسنال وفي كلام عن مانشستر يونايتد، اكتر فريقين مهتم بلروي ساني. وبرشلونه كانت داخله في السباق، ولكن ممكن تبعد شويه بعد يمين يامال ورافينيا واللي احنا شايفينه ده. اللاعب الثالث وهو طبعا محمد صلاح اللي برضو خلاص هينتهي عقده في 2025. وادي هو ده اول لاعب لازم يروحوا يجددوا له ليفربول. مستوى ما شاء الله جبار لمحمد صلاح، غير طبيعي بصراحة. اللي بيعمله في ماتش ريال مدريد كان افشخ واحد على ارض الملعب حرفيا. يعني خلاص، يعني عيني وقع في مندي ده، معرفش مين هيخش يجيبه. يعني لوريون دي ما تدخلش تجيب خلاص مندي اساسا. فهنشوف اللي هيحصل، ولكن ده اول لاعب لازم يجددوا له ليفربول وهو محمد صلاح، على عكس ارنولد زي ما بقول لك يقعد كتالت. ليه؟ علشان في واحد تاني برضو لسه هنجيله قدام، اللاعب الرابع وهو الفونسو ديفيس اللي خلاص بنسبة كبيرة جدا مش هيجدد مع نادي بايرن ميونخ. في كلام من ريال مدريد، مانشستر يونايتد وبرشلونة، الثلاث فرق داخل عليه، ولكن طبعا عارفين مين اول فريق، ريال مدريد. ولكن هنشوف هل يحصل في الامور هل حد من اللعيبه دي يغير رايه في ريال مدريد لو انشيلوتي كمل بالاداء اللي احنا شايفينه ده. هنشوف، مش عارف بصراحه ايه اللي هيحصل، ولكن ما اعتقدش حد هيغير رايه، لان شئت ام ابيت ده ريال مدريد وبيريز. فصباح الفل، هنجيب لكم زين الدين زيدان يكسب 5 دوري ورا بعض، هنكيل زيدان نجيب انشيلوتي يكسب 5 بعديهم. ف يعني لا خوف على ريال مدريد. هنشوف هل حد يغير رأيه ولا لا. بصراحة بعد الناحية التانية اللي شايفينه كويس من برشلونة، اي نعم بدأت تقل سنة من برشلونة، ولكن لسه هنشوف بعد اخر الموسم ايه اللي هيحصل، ريال ايه اللي هيحصل فيه، برشلونة ايه اللي هيحصل فيه، والفونسو ديفيز هيروح فين. لاعب تاني وهو كيميتش برضه اللي هيخلص عقده مع نادي بايرن ميونخ. في كلام كبير ان هو ممكن يروح برشلونة، ولكن
يعني باللي انا شفته بصراحه من كيميتش اللي بيقدمه في ماتش باريس، انا ما اعرفش يستغنوا عنه ازاي. مين عندكم هيلعب؟ جواو بالينيا. جواو بالينيا هايل، لسه مش واخد على الدوري الالماني بشكل كبير. كوريتسكا مش ده اللي يلعب سي دي ام، كوريتسكا بيلعب اكتر كسي ام، بيطلع للامام. فكيميتش انت هتخسره بشكل كبير جدا، تخسر لاعب كسي دي ام هايل جدا، تخسر لاعب كار بي برضه هايل جدا. مين لاعب تاني؟ وهو ديفيز. هتقولي ديفيز، ما احنا لسه قايلين. اقول لك لا، ما هو ده ديفيز المهاجم بتاع ليه، المهاجم الكندي اللي برضه هايل جدا، في كلام كبير عليه من تشيلسي ومن مانشستر يونايتد ومن برشلونة برضه، كانت في الانتقالات الصيفية اللي فاتت. فهنشوف هيروح فين اللاعب برضه في ايجنت. اللعيبة الهايلة جدا، وانا بصراحة ببقى شايفها غباء لو ليه ما جددتلهوش، لان لاعب زي ده اقل شيء يتباع 70 مليون مستريح ليه. ديفيز ده مهاجم فتاك، مهاجم هايل جدا، كذا فريق يحتاجه، فريق تشيلسي مثلا يحتاجه بنسبة كبيرة جدا. لاعب تاني وهو السون هيونج مين، وطبعا في كلام كبير طالع على سون مين، لسه ما جددلهوش. في كلام كبير طالع انه ممكن يروح الدوري التركي او الدوري اسمه ايه السعودي. فهنشوف، ولكن ما اعتقدش بصراحة ان توتنهام يعني تفقد لاعب زي سون، لان هتبقى ضربة كبيرة جدا. عندهم لعيبة على الاطراف هايلة، ولكن ان انت في ظرف سنتين تخسر افضل لاعبين عندك، او افضل تقريبا افضل 2 وهو هاري كين، وتخسر كمان سون، فلا هتبقى ضربة كبيرة جدا لنادي توتنهام. عندهم لعيبة بيلعبوا قلنا على الوينجرات، ولكن شئت ام ابيت مفيش حد هاري كين، مفيش حد سون في اللي موجود. هتقولي بريدن جونسون، هتقولي معرفش مين، مفيش حد يقدر يكون سون بصراحة من وجهة نظري. فنشوف هيجددوا له ولا لا. لاعب تاني وهو كيفن دي بروين. كيفن دي بروين اللي طالع برضه كلام كبير عليه، الدوري السعودي، النصر السعودي، الاهلي، الهلال، شوف هيروح فين. ولكن ما اعتقدش ان جوارديولا يفرط في لاعب زي ده يا دي بروين، غير لو اتصاب تاني برضه في الموسم ده. انا لو من جوارديولا شكرا، قضيت معايا افضل مواسمي، شوف بقى انت هتروح فين. انا جددولي اهو، قاعد تقريبا 4 سنين، اجيب فيردز بقى واجيب ايه عشان المكنه تاني تبدا تدور واحده واحده، لان معدل اعمار مانشستر سيتي عالي جدا. كايل ووكر مات، ما تعرفش ايه اللي حصل الموسم ده. دي بروين خلاص بقى، كل سنه وانت طيب. الكاي جوندوجان كل سنه وانت طيب من الموسم اللي فات. برناردو سيلفا حتى مع انه لسه المفروض شاب يعتبر في ال 28 29 سنه، لا زي الزفت، فمحتاج تفور شويه. فهنشوف هل يجدد لدي بروين ولا يقول له شكرا واجيب فيرتس او موسيالا او اي حد من اللعيبه دي. اللاعب اللي وراه هو جوناثان تاه. جوناثان تاه اللي طالع منه كلام كتير جدا. هنشوف والله. اسمه ايه، تشافي الونسو قعد بنسبه كبيره هيجددوا له. تشافي الونسو مشي، فممكن يروح ريال مدريد، برشلونه، تشيلسي اكتر ومانشستر يونايتد، دول اكتر 4 فرق مهتمين بجوناثان تاه. ولكن هنشوف ممكن حد يغير رايه في الموضوع ده ولا لا. ولكن انا اعتقد يعني برشلونه ممكن تبقى بعيده شويه، ريال مدريد ممكن تروح تجيبه، تشافي الونسو ممكن يقول لهم عليه، تشيلسي ممكن برضو تبقى محتاجاه شويه، مانشستر يونايتد اعتقد ان هي هتبقى محتاجاه بنسبه كبيره جدا بعد ما اموريم جه وبيلعب ب3 ورا، ما عندكش يعتبر دفاع مزراوي انت بتلعب بيه بس عقبال ما لينيورو يرجع. فهنشوف ايه اللي هيحصل في جوناثان تاه. اللاعب اللي وراه هو فان دايك، وده تالت لاعب هينتهي عقده مع نادي ليفربول. لاعب من اللعيبه المهمه جدا لنادي ليفربول، ده يتحط كتاني واحد يتجدد له بعد محمد صلاح. لاعب من اللعيبه الهايله، كابتن لنادي ليفربول بقاله 2-3 اهو. فلا من اللعيبه المهمه جدا لنادي ليفربول بصراحه، مفيش كلام كبير عليه. الكلام برضو اللي عليه الدوري السعودي، ولكن الناس شايلاه بصراحه من الحسبان كبير، ولكن هما بيقولوا اكيد ليفربول مش هيستغنى عنه ده بنسبه 100%، لان لو استغنوا عنه مين هيلعب كسبير؟ كوانيسا لا لسه بدري عليه شويه ان هو يخش في المنظومه، ولكن اعتقد فان دايك هيجدد له بنسبه كبيره مع نادي ليفربول. اللاعب اللي وراه هو نيمار جونيور، اللي اللاعب اللي كل ما يرجع من اصابه يخش في ضحضيره ومن فخ الفخ، ما تفهمش ايه اللي بيحصل مع نيمار. تقريبا بقى له 2 سنين في اصابات، يا عيني بيرجع يلعب ربع ساعه ويتصاب تاني. ولكن
في كلام كبير ان هو خلاص مخلص كل حاجه مع نادي سانتوس البرازيلي. هنشوف هل الكلام ده صحيح ولا لا، ويعني مش عارف، بس يعني ربنا معاك يا عم نيمار بقى والله. يعني اصل انت حتى لو ما رحت سانتوس، من النادي هيقبل بواحد يلعب له 15 دقيقه في الموسم؟ مين يا عم تلعب له 5 ماتشات في الموسم؟ ده مين ده؟ لو النادي الاهلي مش هيرضى بيك. ماشي. اللاعب اللي وراه طبعا وهو انجويسا خط النص بتاع نابولي، برضه هينتهي عقده. ممكن ما يجددلهوش بصراحه بنسبه كبيره. عندهم لعيبه كويسه، عندهم ماكتوميناي، عندهم لعيبه كويسه. انجويسا مش من اللعيبه اللي هي الهو يعني، ولكن ممكن يجددوا له يقعد كدكه. انجويسا بصراحه ما فيش فرق كبيره مهتميه بيه، فلسه هنشوف ايه اللي هيحصل. انجويسا يجدد له ولا لا. اللاعب اللي وراه هو ميتشل اللي بيلعب في نادي كريستال بالاس كاربي. ما بيلعبش قوي، ولكن ما اعتقدش ان هم هيسيبوا كريستال بالاس يمشي يعني ميتشل، لان من اللعيبه الكويسه نوعا ما. كل ما بيلعب بيقدم مستويات مش سيئه. عنده تقريبا 23-24 سنه، فنوعا ما شاب لسه راضي ان هو يقعد دكه. ابن النادي تقريبا او ابن مانشستر يونايتد حاجه كده يعني، فصعب ان هم يفرطوا في اللاعب اللي وراه وهو لونج ستاف اللي بيلعب في نادي نيوكاسل. يعني ممكن برضو يجددوا له بنسبه كبيره، لان هو كده لاعب بيقعد على الدكه، فمش مش هيتكلم معاهم كتير. وبرضو تقريبا ابن النادي اخوه كان بيلعب رخر في النادي، فبنسبه كبيره برضو لونج ستاف ممكن يقعد في نادي نيوكاسل. ونخش على البومبين ليو ميسي اللي هينتهي عقده في 2025. طبعا في كلام كان طالع الهلال ويرجع للدوري السعودي ولا لا. طب برشلونة طبعا مفيش اي هبل من الهبل ده هيحصل، هيجدد له عادي مع نادي انتر ميامي. لويس سواريز طبعا يتجدد له موسم كمان مع انتر ميامي، فاعتقد ميسي هيجدد له برضه موسم او موسمين كمان. بعد كده نخش على احمد ديالو بتاع نادي مانشستر يونايتد. اعتقد بنسبة كبيرة جدا المفروض ان احنا اللاعب ده نجيبه كده امضي. اللاعب هايل جدا خصوصا الموسم ده. بنشوفه مع اموريم اللاعب هايل، بنشوفه برضه مع نستر روي كان هايل جدا في اخر كام ماتش. فاعتقد بنسبة كبيرة هيتجدد للاعب، مفيش خلاف على ده. اللاعب اللي وراه هو كالفرت لوين. مفيش فرق كبيرة برضه مهتمية بيه، ولكن برضه بنسبة كبيرة هيقعد مع نادي ايفرتون اللي بقاله تقريبا 10 مواسم مع ايفرتون. فما اعتقدش ان هو ممكن يمشي مع ايفرتون، لان هم اصلا ما عندهمش مهاجم. في كالفرت لوين ده بالنسبة لهم هاري كين كده، فما اعتقدش ان هم هيسيبوه. وهو مندي بتاع ريال مدريد. ما اعتقدش يتجدد له، يعني ما اعتقدش في ظل اللي احنا بنقوله ان هم عايزين ارنولد والفونسو ديفيز والكلام ده. ما اعتقدش خالص يجددوا المندي. وربنا معاك يعني ربنا معاك. شوف بقى مين فريق بالك يعني. ما اعرفش مين بصراحه يروح لمين، ولكن الله معك. روح شوف مين بقى فريق عايزك. اللاعب اللي وراه هو توماس بارتي اللي بيلعب في نادي ارسنال، وممكن بنسبه كبيره ارسنال ما تجددلوش. لو راح جابت لاعب برضو سي دي ام ما جابتش، بنسبه كبيره ممكن تجدد لبارتي. ما جددتليش لبارتي، معروفه وجهه بارتي فين. ممكن يروح يوفنتوس، ممكن يروح فريق زي النصر بقى والهلال والاهلي والفرق الجميله اللي في الدوري السعودي. لاعب تاني وهو هاني ماجواير اللي برضه هينتهي عقده مع نادي مانشستر يونايتد. هنشوف ممكن يروح فين. مفيش اي فرقه دخلت تتكلم معاه لسه. اللاعب اصلا مصاب، فهنشوف هيجدد له ولا هيمشي في اخر الموسم. اللاعب التاني وهو ماركو فيراتي اللي ناس كتيره ممكن تكون نسيت اصلا. فيراتي اللي كان بيلعب في نادي باريس سان جيرمان. انا شخصيا نسيت فيراتي ان هو بيلعب كوره. قلت يا فيراتي صحيح، ده فين ده الواد ده بيلعب في العربي. معرفش مين نادي ممكن يدخل يجيبه، ولكن ممكن برضو يكمل في الدوري. ما اعرفش، مش فاكر بصراحه بيلعب في الدوري الكويتي ولا الاماراتي ولا ايه، ولكن ممكن يكمل هناك. يا اما ايه وجهته بصراحه ما بقاش عارف يعني، مش هضحك عليكم. اللاعب اللي وراه اللي هينتهي برضو عقده وهو ريتشي اللي بيلعب في نادي اياكس. عنده 21 سنه، بيلعب ك سي بي، ممكن يلعب لك رايت باك او ال بي. برضو لاعب من اللعيبه الهايله، ويا رب مانشستر يونايتد تدخل تخلص فيه. لاعب هايل جدا، 21 سنه، يا رب. طبعا في كلام ريال مدريد، برشلونه،
بايرن، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، ارسنال، تشيلسي، فرق لا اله الا الله داخله على اللاعب. زي ما بقول لك اللاعب هايل جدا. اللاعب اللي وراه هو الكاي جوندوجان. كاي جوندوجان انا لو من جوارديولا والله ما هجدد لك. شوف اي خراره تترمي فيها ممكن يبقى وجهته برضو الدوري السعودي او الدوري الكويتي، الدوري التركي سوري. ده اعتقد الوجهه القادمه لجوندوجان لو ما جددش مع مانشستر سيتي. اللاعب اللي وراه هو كوكي. كوكي طبعا اللي بيلعب في نادي اتلتيكو مدريد، اعتقد ممكن يجددوا له سنه سنتين، يا اما يعتزل بقى وكفايه عليه قوي كده، ولكن ما اعتقدش ان هو هيطلع من اتلتيكو مدريد. اللاعب اللي وراه هو جورجينيو. جورجينيو اللي بيلعب في نادي ارسنال، اعتقد برضه ممكن يجددوا له سنه سنتين كمان، لان اللاعب ما عندوش مشكله ان هو يقعد دكه، ولما بينزل والله ما بيقدمش مستويات سيئه. فبرضه هيبقى غلط كبير لو ارتيتا سحب الراجل ده من المنظومه. هيبقى سحب بارتي وسحب اسمه ايه جورجينيو. لا، اتنين في خط النص كبيره شويه، مع فابيو فيريرا كمان ان انت مش مهتم بيه، فكتير شويه يا عم ارتيتا. اللاعب اللي وراه هو ديبالا. ديبالا اللي بيلعب طبعا في نادي روما، وبنسبه كبيره خلاص مش هيجدد مع نادي روما، وهتبقى وجهته فين؟ الدوري السعودي برضو بنسبه كبيره. اللاعب اللي وراه هو ديمبلي، موسى ديمبلي اللي بيلعب في نادي الاتفاق السعودي. هينتهي عقده برضو الموسم اللي جاي او يعني في 2025، ولكن برضو بنسبه كبيره ممكن يجددوا له في الاتفاق السعودي بنسبه كبيره جدا. اللاعب اللي وراه هو نيلسون سميدو. نيلسون سميدو اللي كان بيلعب في برشلونه وبيلعب حاليا في وولفرهامبتون. هينتهي عقده خلاص برضو في 2025. مفيش اي كلام بصراحه طالع على نيلسون سميدو، فمعرفش يجددوا له ولا لا. الواد برضو ما بيلعبش اساسي قوي، او بيلعب بس مش بشكل جيد. هنشوف هيجددوا له ولا ايه اللي هيحصل بعد كده. اللاعب اللي وراه هو اولا اينا اللي بيلعب في نادي نوتنجهام فورست النيجيري. اعتقد بنسبه كبيره هيجددوا له، لان واحد من اهم اللعيبه اللي في نادي نوتنجهام. اللاعب اللي وراه هو ميريت اللي هي الجون طبعا بتاع نادي نابولي، واعتقد برضو بنسبه كبيره ممكن يجددوا له، يا اما لو مشي بصراحه مفيش وجهه محدده ليه ميريت يتكلم عليها. دول كانوا 30 لاعب بتوع النهارده. استنوا الفيديو الجزء الثاني 30 لاعب برضو، او هنشوف بقى فاضلين قد ايه يعني ونحطهم في فيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم والله تفعلوا زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد على خير. يا رب يكون يومكم سعيد، ويلا سلام.